السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض فكرة عشاء جميلة جدا وسهلة وبسيطة، والطعم بقى في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف عملنا العشاء ده ازاي. وانا بقى قاعدة كده، احنا جعانين وعاوزين نتعشى والولاد عايزين ياكلوا ويتعشوا، فقومي يا ماما اعملي لنا اي حاجة نتعشى بيها. فكان عندي في التلاجة كده لفة من الجلاش، فطلعتها وقلت بقى ايه، هستغل لفة الجلاش دي واعمل بيها حاجة جميلة جدا. يعني والله العظيم الفكرة دي كده جت لي وانا قاعدة. يعني تكتكي بقى كده وانت قاعدة، وقومي ايه اعملي احلى حاجات لولادك. في الاول كده انا معايا لفة من الجلاش، هي كانت عندي نص كيلو، دي اللي انا هشتغل بيها. ومعايا طماطم وفلفل زي ما انتم شايفين كده متقطعين، ومعايا سمنة او زبدة او زيت اي مادة دهنية تحبيها. ومعايا يا ست الحشوة بقى براحتك خالص، انا هنا معايا لانشون. اللانشون اللي احنا بنحبه اللي ولادي بيحبوه. ممكن تعملي تعصجي لحمة وتحطيها، وممكن تعملي فراخ، تشوحي كده صدر فرخة في بصلاية في قرن فلفل ومع البهارات وتحشي بيها، وممكن بسطرمة، وممكن اي حشو، ممكن جبن، ممكن موزاريلا، بس اي حاجة بقى تحبيها. انا هنا خدت ورقتين كده من الجلاش، ورقتين اتنين بس. وجبت بقى المادة الدهنية بتاعتي، انا هنا مستخدمة سمنة، ودهنت الورقتين الجلاش دهنتهم كده بالسمنة كويس. ومعايا لانشون بقى، خدت كده اللانشون، حتت من اللانشون بقى زي ما تحبي تحطي بقى، حطي براحتك. خدت حوالي شريحتين تلاتة كده من اللانشون وحطيتهم، وزيهم طماطم وزيهم فلفل. انا طبعا هنا عندي جبنه موزاريلا، هحط في قلب الجلاش من جوه. ممكن انتي تستغني عن الخطوه دي وبلاش تحطي في قلب الجلاش من جوه جبنه موزاريلا. بس بصراحه انا لما حطيتها، طعم السندوتشات دي كانت تجنن. يعني العيال كلوها وطلبوا منها تاني. بعمل بقى ايه، باتني الطرفين كده لجوه على الحشوه، الطرف من الناحيه دي والطرف من الناحيه التانية، وبرضو بدهنه بالسمنه بالفرشة كده، وببتدي ألفه سندوتش زي ما تكوني بقى بتلفي سندوتش عادي، عادي خالص. والصاج معانا مش مدهون أي حاجة، أنا حاطة فيه ورقة من الزبدة بس. بلف السندوتشات وبرصها في قلب الصاج. أنا حاسة إن أنا الكاميرا مش جايبة قوي، فهحاول إن أنا إيه أظهر لكم قوي. يبقى بتاخدي ورقتين من الجلاش بالشكل ده كده، ورقتين اتنين بس، ما تزوديش عن الورقتين عشان يبقى رقيق وطعمه حلو. وبتجيبي بقى من المادة الدهنية اللي معاكي وبالفرشة كده، وبتوزعي على ورقة الجلاش من فوق. وبتجيبي اللانشون بتاعك او اي حشوة، مش شرط اللانشون يعني براحتك. وبتبتدي ان انت تحطيه كده على الطرف، على طرف الجلاش. وطماطم بقى وفلفل، وممكن تحط جواها زيتون، بس انا خليت الزيتون لبره، هحطه عليه من بره. وفلفل، وبرضو جبنه موزاريلا. تمام كده. بتجيب الحرف ده وبتتنيه كده لجوه، والتاني اللي قباله برضو نفس الحكايه. وبتدهني برضو سمنه الطرف ده والطرف ده، وبتلفي السندوتش عادي خالص، وبترصي في الصاج. الطريقه دي الوصفه دي حلوه قوي للعشاء، يعني جميله قوي 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 للعشاء وخفيفه والله يعني انا بقول لكم، هما العيال كلوها وطلبوها تاني. يعني هما كلوا وقالوا ماما احنا عايزين كمان، من حلاوتها طعمها حلو. والجبنه اللي انا حطيتها في قلبها بصراحه مديالها طعم جامد. والحشوة اقتصادية، يعني برضو ما عندكش فراخ او ما عندكش لحمة، مش بصعب عليكي حاجة، الحشوة اقتصادية خالص باللانشون. او زي ما تحبي بقى، لو ما متوفر عندك ماشي اعمليها ماشي. يعني ايه، الاختيار لك انت براحتك. يبقى بحط كده لانشون وشريحة، كام شريحة كده من الطماطم وزيهم من الفلفل، وجبنة موزاريلا، وبقفل من الطرفين.
وبدهن بالسمنة وبروح لفة على شكل اسطواني زي ما تكوني بتلفي سندوتش كده بالظبط. لما بقى بتخلصي كل الكمية دي بقى طبعا بتدخل الفرن، والفرن يبقى سخن معانا. هو مش هياخد وقت علشان الجلاش ما بياخدش وقت اصلا، يعني بيحمر على طول. وفي نفس الوقت برضو الحاجة اللي فيه ديت استوت، الفلفل كان مستوي فيه خالص والجبنة كانت سايحة فيه برضو. انا كده بقى بخلص كل الكمية بالشكل ده كده، وبدهن برضو وشها بالسمنة بالطريقة دي كده. وبجيب بقى الجبنة الموزاريلا، لسه عندي شوية فايضين كده من الجبنة الموزاريلا. الخطوة دي برضو اختياري، بس بصراحة كانت جميلة جدا. انا لما عملتها كانت حلوة. بحط كده على وش السندوتشات جبنة موزاريلا، يعني كانت سايحة كده وكانت جميلة. الطريقة دي سهلة وبسيطة وكل وصفاتي اقتصادية على قد الإيد، علشان أنا مش عايزة أصعب حاجة على الناس. فبإذن الله كل حاجة على قد الإيد واقتصادية وسهلة خالص. ما عندكيش برضو جلاش وحابة تعملي الفطاير دي لولادك، هتعمليها بدقيق ومية بس. وبإذن الله هنزل لكم فيديو برضو بالفطاير دي بالدقيق والمية بس، عشان تبقى كل حاجة سهلة عليكي لو انت يعني ما عندكيش جلاش. الجبنة بس وقعت في الصاج، هي كده كده ساحت اصلا. حاول كده تشيليها وتحطيها على السندوتشات. خلاص كده بقى انا معايا هنا زيتون. ده الزيتون اللي انا سبته، اللي انا كنت عايزه حابه ان انا احطه على وشها، وكان جميل قوي قوي قوي. وسبت ما وقعش من عليها ولا حاجه، ما تخافيش. وكان اقسم بالله طعم السندوتشات دي كانت في حته تانية، كانت جميله جدا. ووصفه سهله واقتصاديه، وصفة سهلة واقتصادية وهتعمليها على طول، مش هتاخد منك وقت خالص. برص كده الزيتون على وشها والفرن سخن معانا. اخلص الزيتون وندخل الفطاير بتاعتنا او السندوتشات دي الفرن، ونرجع نشوفها تاني. تقدري برضو تستغني عن الزيتون من على الوش، بس هو مديلها شكل حلو ومديلها طعم احلى. بتدخليها بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة في الرف الوسطاني، بتاخد لون من تحت. ولو احمرت من فوق ماشي، ما احمرتش بتولعي لها الشوايه. وتاخدي بالك علشان احنا عارفين الجلاش بيتحرق على طول، لان الورق بتاعه بيبقى خفيف كده. خلاص انا هدخلها الفرن وارجع اوريها لك تاني. ادي شكلها بعد ما خرجت من الفرن، جميله جدا وطريه، والجبنه سايحه والزيتون ثابت، والريحه جميله والطعم احلى. يا ريت تجربي الوصفه دي بقى، وما تنسيش تعملي اشتراك وتحطي لي لايك.